تخيل تحكي عن الفلوس وتتباهى بيها وانت ما عندك ولا فلس، او تحكي عن الاكل وتتباهى بيه وثلاجتك فارغه، وهمتين تحكي عن البيت ودفئه وانت قاعد بالشارع. هذا اللي سواه ما اعرف شنو حس ما ادري ايش اسميه الصراحه، مسحول مكتول ما اعرف شو اسميه لان مو صانع محتوى. المهم حس نزل ريلز عن الرجوله، كاتب بيه اشياء عن الرجوله. يعني تخيل شيء عن الرجوله، يعني حس انت فاهم الرجوله غلط. من الرجولة انك تحترم النساء وتغض البصر عنهن، ومن الرجولة انك تكون ثقيل وتكون كلمتك وحدة، ومن الرجولة ما تحكي كلام مشبوه ويا امرأة مو حلال لك، يعني مثل هذا الفيديو. هاي البردة مالتكم غير كبرانة، هي بتكبر فصل الشتاء وتتقمص بالصيف. شكلك نسيت الرجولة، أو اعذرني ما نسيتها، أنت تفتقر إلها، ويا ريت لو تفتقر بس للرجولة، تفتقر للأخلاق للحياة. يعني بالله عليكم هذا كلام واحد مسلم؟ يعني حضرتك المحترم أنت تغزل ببنية، حتى لو هاي البنية منطيتك مجال ما لازم تروح تعطيها أنت من مجال. هسه أكيد ما تقبل واحد يحكي شوي أختك أو بنت، أنت هنا راح تتخبل تقول شنو أختي أشرف من ذا؟ يا بعد قلبي إيش ما تسوي بنات العالم ربي يردها عليك بعدين. ومن انعدام الرجولة إنك تتغزل ببنية وأنت أصلا مو حلال عليك. هنا نحس حب شوية يكون رومانسي. وبعدين تعال اقول لك شنو الاسم هذا. الصراحه من اسمه ايست، وما توقف بس عند هاي الغزل وغيرها. المسمى حس راح بشارع محرم الحرام وصور على انت هنا يجوز راح تقول شيعان، راح طلع شهرته ويحكي ويلة طميع على اساس ما اعرف شنو، بس شوف شكله شوف. تبي يا محرم دار الزهرة اظلم ضعني الغيرة شاب، وبعدين ليش يجي وجهك؟ ضعني الغيرة شاب. شي تحس الخاطر ربك؟ ترى اللطمية مو إلك، اللطمية للإمام الحسين عليه السلام. إحنا نسوي لطميات حتى من نسمعها نستذكر واقعة الطف ونستذكر أهل البيت عليهم السلام. أنت على أي أساس جاي تصور على هاي اللطمية سواء كنت سني أو شيعي؟ كل حب شفته أجمل إنسان أنت. خطية عبالة لطمية تحكي عليه عودهم طلع وجهه ويسوي نظرات. وبعدين تعال أقول لك أنت منه أصلا حتى تستعملها. إحنا نستعملها نستذكر الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، نستذكر واقعة الطف. اللطمية ترى ما انصنعت لوجهك ولا انصنعت حتى حضرتك تتفيك عليها، أنت حتى أغنية حرامات تخليها على وجهك. مرات بعض صناع المحتوى من يخلون اللطمية بيها فايدة، يعني مثلا مرات بعض صناع الطبخ ما يقدرون يخلون أغاني محرم يخلون، أو اللي يصورون يعني تصوير طبيعة، وهي اللي يرسمون اللي يشتغلون بين قوسين اللي بيهم فايدة اللي محتواهم يستاهل. مو انت حضرتك جاي مخليها على شهرتك. يا بعد قلبي احنا رحنا ب 2023 وين رجعنا ل 2018؟ يوه الفيديو شكله مطول. المهم وبعدين تعال اقول لك انت متهني بهاي الفلوس تجيبها بناء على الاماكن اللي انت تصور بيها، مبين انه انت ما فتحت على مود المحتوى، يعني فتحته بس على مود الشهرة. شنو تقدر تنشهر بغير طريقة؟ شوف مثلا مرات اكو ملطلطين عندهم عذر حتى يسوون هيك، بس انت ما شاء الله مبين الله رازقك يعني. لا والمشكلة الزواج يدزوا له فلوس وهدايا، ترى حرام ان تنطون اموالكم للسفهاء اللي انتم تعبانين بيه. او مثلا انت واحد مزعطه مخلص فلوسك على حس او فلوس امك وابوك. وبعدين تخيل يا عزيزي حس اطفالك بالمستقبل يشوفونك تجد تسوي، شنو راح يكون موقفهم؟ الصراحه لو انت ابوي راح اكون طميت نفسي من الخد، الله يبعد ابوي عن السوالف. المهم يعني تخيل اطفالك او زوجتك شنو راح يكون موقفهم. زوجتك اذا كانت بالمستقبل تشوفك انت شلون تتغزل بالنساء وشلون عينك زايغه، اطفالك يشوفونك شلون تذل نفسك هي، شلون راح يتعلمون عزه النفس؟ شلون راح يتعلمون يحترمون انفسهم؟ خلينا نقول زوجتك متقبله الموضوع، ونقول اطفالك حابين الموضوع، من راح يكبرون راح يصيرون نسخه مصغره عنده، وبعدين راح تظل تشكي عنهم وما اعرف شنو، ويقول هذاك المثل هذا الشبل من ذاك الاسد. يعني ان شاء الله سلالتك مستمره على هاي المثل. حبيبي بفلوسي تقول بفلوسك مو قصدك بفلوس الزواج اللي ضحكت عليهم. هسه واحد ملطلط راح يجي راسه مربع يقول انت شلون زوجك؟ يعني شلون تريد ما اقول؟ اكو هواي صناع محتوى بالعراق يستاهلوا، ودائما انا اشوف يعني يكونون متابعينهم قليل ما عندهم مع العلم محتواهم يجنن ويستاهل، بينما ذول صراحة ما اعرف منين جايين، ببساطة بمجرد حركات تافهة ينشهرون، بينما اكو هواي صناع محتوى يسوونهم بس ما حد يساعدهم، ما حد ينطيهم اعتبار. هذا الشيء اللي مضوجني. وخلي ببالك من تنطي مالك للسفهاء اللي مثل ذولا انت باعتبار سويت جريمة، واصلا حرام عليك. انت بكل بساطة تقدر تتزكى بيهن او تتبرع بيهن.
حط له هاي اللواء. واللي مطوشني أكثر إنه هو مشهور بالعراق، يعني غير بلدان صارت تاخذ عنه فكرة، يعني مثل حسحس، بالهم كل العراقيين مثل حسحس. دخيلك رب شنو الاسم هذا، حمضت وأنا أقول هذا الاسم. وبالأخير اعذروني لأن طولت. وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة، صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونة، وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون.